شارع في قلب الجزائر العاصمة يحمل في جعبته أسرارا وأسرار، حكايات كثيرة تروى عنه، فلم يعد مجرد شارع بل صار إرثا وطنيا. هو شارع طنجة لاري طونجي أو شارع أحمد شايب حاليا، شارع مر عليه مشاهير وأساطير خلدها التاريخ، أولهم المفكر الشيوعي كارل ماركس حينما قدم إلى الجزائر عام 1882 في رحلة صحية بعد نصيحة أطبائه بالمكوث في شمال إفريقيا لأسابيع. كما زار هذا الشارع العريق الممثل العالمي شارلي شابلن بدعوة من الاحتلال الفرنسي عام 31 وألف، ودشن فندق لاليتي. رائد الفضاء الأمريكي إدوين ألدرين واحد من المشاهير الذين قدموا إلى طنجة، وكان ذاك عام 900 وألف، أي بعد سنتين من الحدث التاريخي بالصعود إلى سطح القمر، وقد حظي باستقبال رسمي. كما زار حي طنجة الممثل والمغني الفرنسي جون غابين، والممثلة الفرنسية المشهورة ملكة المسرح سارة برنار، والكاتب ألبير كامو، والشاعر الفرنسي جون سيناك. لكن لماذا كان شارع طنجة وجهة لكل ضيوف الجزائر؟ لقد كان وما يزال هذا الشارع الضيق منذ العصر الجميل يأسر المارة، فهو مكان للحركة الدائمة يجذب الآلاف من الزوار يوميا، إذ كان في وقت سابق تجمعا للعديد من المطابع الشهيرة، أبرزها مطبعة ليون مارسيل وجوردان. ومن هذا الشارع انطلقت أول مجلة شهرية نسوية باري ألجي، ومن بعدها مجلة فام وألاكتيال. وافتتح هنا رائد الصورة الملونة استيمان ورشته الأولى، والكثير من المطاعم القديمة مثل مطعم البوسفور الشهير. وما يزال هذا الشارع يستقطب الزوار من كل مكان إلى اليوم.